ثقافيا بقينا سجناء النظرية الانقسامية، أنا ضد أخي، وأنا وأخي ضد ابن عمي، وأنا وأخي وابن عمي ضد الغير. نفسيا ظل الشعور بالدونية والنقص والخجل واللا ثقة بالنفس هي السمات التي تطبع غالبيتنا، وظللنا نتميز بضعف الاعتبار الذاتي، ونعاني من عقد الخوف والانكسار وتراجع الفاعلية الذاتية، تتجلى في ترديد الكلام الله يعمر هدر. حقوقيا لم يتجرأ أحدنا على الترافع وإعادة الاعتبار يوما ما لهذه الجهة، وهي أمنا التي احتضنت ولادتنا العسيرة ووفرت لنا كل حاجياتنا، وللأسف تنكرنا لها. قد يكون مرد كل هذا هو شتاتنا ووجودنا متفرقين وعدم إدراكنا لحقيقة، وهي أن الأشرار دائما يتحدون ويقفون صفا واحدا، أما دعاة الخير فهم مفرقون، وهذا سر ضعفهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا السبب ذاته يمكن اعتباره المبرر القوي والمشروع للتجميع وتوحيد الجهود للانتقال من وضعية السلب إلى وضعية الإيجاب، من الانفعال إلى الفعل، من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل. في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن تجاوز هذه الوضعية السلبية هي عملية ممكنة إذا توفرت لها شروط أساسية، من أهمها: أولا، إن التغيير يبدأ من الذات، عملا بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثانيا، الاقتناع بأن النجاح بدايته حلم. ثالثا، أن النجاح ليس ميسرا وطريقه ليس مفروشا بالورود، بل تعترضه عوائق وحواجز. لذا إذا أردنا أن ننجح يجب أن تكون رغبتنا في النجاح أكبر من خوفنا من الفشل. رابعا، إنه ليس هناك فشل، بل كل فشل هو بمثابة تجربة تغني الذات. خامسا، إن الثقة بالنفس والاعتبار الذاتي والإيمان بالقدرات هو الصخرة التي تتكسر عليها كل الصعوبات. سادسا، لذا عوض الشعور بخيبة الأمل والإحباط ينبغي أن تزداد رغبتنا في التغيير والبحث عن الأفضل. يقول أحد الحكماء: لا تكثر التمني وأنت لا تعمل، ولا تترقب النجاح دون كفاح. فقد قيل في الحكمة: قبل أن تحلم بالطيران تعلم المشي بطريقة صحيحة. سابعا، عوض تحميل المسؤولية للآخرين وتبرئة الذات ينبغي تغيير نقطة الانطلاق والبدء بتغيير ما هو ذاتي، أولا لتسهيل الانتقال إلى تغيير ما هو موضوعي. ثامنا، الإيمان بأن الكشف عن العيوب الذاتية والسعي إلى إصلاحها ليس نقصا، بل هو علامة على القوة. فقد كان من الممكن أن يتعلم البشر من أخطائهم لو لم يكونوا مشغولين بإنكارها. وكما يقول الفيلسوف الوجودي جون بول سارتر: الإنسان مشروع لم يكتمل بعد.
وفي نفس المعنى يقول المفكر المغربي محمد عزيز الحبابي: الشخص قوة مبادرة واختيار واستقلال ذاتي. ولنتذكر دائما أن الشتاء هو بداية الصيف، والظلام هو بداية النور، والضغوط هي بداية الراحة، والعسر هو بداية اليسر. فاللهم يسر ولا تعسر. نتمنى وراه نجدد البيعان انا مع صاحب الجلاله بمناسبه عيد العرش، يكون فخر وامتنان، وتبقوا هذا الشيء لان غادي يمشي حتى رسميا. بالمناسبه غير احتفظوا بها باش نعطيو صبري قرار البرقيه ونعلموا نهايه اصدار الشطار على هذا المؤتمر. أم يحق لنا في إطار هذا الرجل أن يرفع السقف ويفكر في هذا التغيير أكثر عدالة مجالية، وهي الجهات التي تطل على يعني ما ينبغي أن نفعل نحن كرجال ومثقفين كأطر كنخبة أكاديمي. هناك أستاذ سيدليس جائزة، وغادي تكون هذه هي آخر محطة متعلقة بالندوة قبل أن نمر إلى البقية. الأكاديمية وهو من قصد وسوء نية من أجل الإخوان الصور سنمر إلى سائلين العلي القدير أن يعيد هذا العيد على جلالتكم بموفور الصحة والهناء ويحفظكم بعينه